النهاردة جايبالكوا وصفة معطر مش هتبطلوا تعملوه ومش هتشتروا تاني من برا معطرات. واوعدك بعد فيديو النهاردة مش هتشتري اي معطرات من برا. فيديو النهاردة تعطير وتوفير من الاخر. الناس اللي بتتضايق من المعطرات اللي بتتباع برا بسبب الكيماويات اللي فيها، عايزة اقولك النهاردة المعطر طبيعي 100%. مش بس كده، ده ب3 مكونات موجودين في كل بيت، ومش بس اقتصادي. ومش بس كده، كمان معطر النهاردة طارد للحشرات. عايزة اقول لكم بمكون بنحطه على المعطر ده هيقضي على كل الحشرات، الهاموش، النمل، الحشرات اللي بتضايقك دايما في المطبخ. كمان ميزة معطر النهاردة بيدوم لفترة طويلة جدا. كمان ممكن تستخدميه معطر للحمام، للسجاد. عايزة اقولك كل ركن من اركان بيتك استخدمي المعطر دوت، وان شاء الله مش هتشتري تاني معطر من بره وداعا للمعطر اللي بره بسبب الكيماويات اللي فيه مش اكتر. احنا معطرنا اللي هنعملوه دلوقتي امن جدا جدا. يلا اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان نتابع مع بعض ونشوف المعطر اللي احنا عملناه ده وهنعملوه مع بعض. هنديكي 10 خطوات، لو ما عملتيهمش المعطر مش هيدوم معاكي كتير، لكن لو اتبعتي ال10 خطوات ان شاء الله المعطر هيكون ناجح معاكي جدا. اول خطوة هي تهوية البيت. اول ما تصحي كده تفتحي شبابيك الشقة كلها وتبتدي تهوي البيت عشان يجدد الهواء في كل اركان البيت. عشان يكون معاكي المعطر ناجح تتبعي ال10 خطوات دول. دي اول خطوة، قلنا التهوية خلاص. تاني خطوة تغيير الملايات مرتين في الاسبوع او 3 مرات. رابع خطوة لازم تهوي المراتب مش اقل من ساعة في اليوم. رقم 5، فضي كل يوم الباسكت اللي في اوضه النوم واللي في المطبخ واللي في الحمام. كل يوم لازم يفضى ويترمى اللي فيه ويتعمل كيس نضيف، لكن لازم يتغسل كل 3 ايام على الاقل. تنضفي الباسكت من بره ومن جوه عشان تتخلصي من اي ريحه كمامه في الباسكت. الخطوة دي بعد ما غسلتي كويس باسكت الزبالة ونضفتيه، ابتدينا ان احنا نفتحه مرة تاني ونحط شوية بيكربوناتو، ونحط الكيس بتاع الباسكت نعلقه فيه عشان نبتدي نحط تاني كمامة، ما يبقاش يوم على يوم يعمل ريحة مش حلوة في البيت. الخطوة دي بقى خاصة بالهدوم والملابس بتاعتنا لما بنرجع من برا وبتكون الملابس مش نظيفة، طبعا بتعمل ريحة مش حلوة في المكان، فلازم تحوليها وتحطيها في باسكت الهدوم اللي مش نظيفة وتغطيه. يكون لازم ليه غطا عشان برضو ما تنتشرش منه اي روائح تخلي البيت ريحته مش حلوة. الخطوة بقى رقم 7، الأحذية أول ما تيجي من برا تجمعيها على طول في الجزامة بسرعة وتقفلي عليها عشان ما تنتشرش منها روايح كريهة. نيجي للخطوة رقم 8، تغطي البيبة بتاعة التويلت، ولو في بيبة تانية في المطبخ تغطيها عشان ما تنتشرش منها أي روايح. لو حضراتكم لسه مكملين معايا يا ريت ما تنسيش تشجيعك للقناة واللايك عشان ده اللي بيشجعني ان انا استمر في نشر المزيد. هنا عشان الارض ما تديكيش ريحة زفرة
اغلي المية كويس وحطيها في المكان ما تسيقي لو كنت هتسيقي في جردل، هتسيقي اي حاجة اللي هتسيقي فيها. اغلي المية وحطيها فيها، وحطي معاها معلقتين بيكربوناتو ومعلقتين خل، وسيقي ومش هتشمي ريحة زفارة تاني خلاص. رقم 10، عشان تحتفظي بريحة التعطير وقت طويل في البيت، لازم تقفلي بيبان الأوض بعد تعطير كل أوضة، تقفلي الباب بتاعها عشان التعطير يقعد أكتر وقت ممكن. الطريقة، أول مكون معانا هو عطر النعناع، هنحط منه 20 نقطة على مية معدنية، او لو ما عندكيش مية معدنية اغلي مية وحطي مج مية مغلي وحطي فوقيه الخليط المكونات يعني. وبعدين حطي كوب خل ابيض او كوب سبرتو ابيض، ده او ده الموجود المتاح عندك اعمليه. وبعدين انا حطيت خلاص ضفنا السبرتو على المية المعدنية، وهنبدأ نحط حوالي 20 نقطة ريحة. يعني ممكن لو عندك غطا ازازة ساقع امليه مرتين، وحطيه بقى على السبرتو بالمية بكله. ولو عايزة تزودي اي نوع عطر تاني من عندك انت حباه زودي. انا زودت لافندر اهو، هزود لافندر كمان 20 نقطة لافندر، عشان بيريح في النوم قوي، وخصوصا لما تحطيه في اوضه النوم بيدي راحة واسترخاء جامد. عشر 20 نقطة برضو. حطيتهم على شوية مية برضو معدنية، وهقلبهم واحطهم برضو في البخاخ. كده عرفتوا المقادير يا حلوين، وان شاء الله عايزاكم تعطروا البيت كله عشان العيد. انا عامله لكم العطر الحلو ده. كده احنا بنقلب بس اللافندر في شوية المية صغيرين دول، وهنضيفهم على الخليط اللي احنا عملناه، وهنحطه برضو في البخاخ. وهنحط بقى الريحة اخر حاجة. ريحة اللي انا فاتحة بوز الازازة دي، شايفينها فتحاها، انا شايلة اللي من فوق اللي بيبخ بتاع الريحة عشان افضي بسهولة، وهنفضي شوية عليها. ان شاء الله هينال اعجابكم. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده لاصحابكم، وعشان الكل يستفيد، وعشان اصحابكم كمان يعطروا البيت. وكمان ما تنسوش اللايك الجميل منكم اللي بيشجعني على اني اعمل فيديوهات من دي كتير. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان توصل لكم فيديوهاتي الجديدة، وعشان تكبر عائلتي بيكم يوم عن بعد يوم. بحبكم وهتوحشوني. باي باي، مع السلامة.